يا جماعة، بعد 14 سنة حرب سوريا وين صارت؟ صارت دولة شي؟ لا، مؤسسات شبه معدومة وجيش وطني هي ميليشيات ماسكة البلد. طيب شو الحل؟ كيف ممكن نطلع من هيدا الدوامة؟ إذا فتنا بالأرقام رح نشوف مشهد كارثي. ملايين اللاجئين والنازحين اللي فقدوا أي إحساس بالانتماء لدولة بتحميهم. اقتصاد منهار محكوم بشبكات فساد اخطبوطية ماسكة كل شيء. نظام سياسي قائم على الأمن والمخابرات وما بيعترف حتى بفكرة الدولة كمؤسسات. طيب، هون بيطلع سؤال: هل الدولة المدنية هي الحل الوحيد لإنقاذ سوريا من الفوضى والاستبداد؟ يعني إذا طلعنا من حكم العسكر والمخابرات والطوائف، هل ممكن أنه نبني شيء جديد حقيقي ولا نحن محكومين نضل بهيدا الدوامة؟ قبل ما نفكر بالحل لازم أول شيء نكون واضحين شو يعني دولة مدنية، لأنه إذا ما فهمنا هيدا المفهوم منيح ما رح نعرف كيف نتعامل معه ولا كيف نبني عليه لمستقبل سوريا. أنا مير وهيدا بودكاست السياسي وحلقة جديدة من سلسلة مستقبل سوريا كيف لازم تكون. طيب، شو رأيكم نبلش بالعكس؟ نبلش أول شي نعرف شو يعني دولة غير مدنية. خلونا نبسط الموضوع. شو يعني دولة غير مدنية؟ بكل بساطة هي دولة اللي شخص أو مجموعة ماسكينها وبيحكموها كيف ما بدهم، بدون أي احترام لإرادة الناس أو سيادة قانون. يعني ما في دولة مؤسسات، في دولة مزرعة. مين بيحكم؟ ممكن يكون جيش ماسك السلطة، ووقتها بتصير البلد معسكر كبير والناس جنود تحت أوامر القيادة الحكيمة. أو ممكن يكون حزب واحد ماسك كل شيء وما حدا بيقدر ينافسه. شوف كوريا الشمالية وشفنا حزب البعث بسوريا والعراق على كل حال يعني. أو طائفة معينة بتسيطر وبتحط حالها وصية على الدولة وكل الباقي مواطنين درجة تانية. خلونا نحكي عن النظام السوري السابق كمثال يعني. سوريا تحت حكم بشار الأسد كان نظام أمني بامتياز. كل شيء بيمر بالمخابرات والجيش صار جهاز لحماية النظام مش حماية الدولة. البرلمان واجهة، القضاء العوبة، الإعلام أبواق تمجيد، والنتيجة بلد منهار والشعب بين القبر والغربة. ناخذ مثال آخر: كوريا الشمالية، حكم عائلي، لا انتخابات ولا بطيخ. الأب رئيس، ابنه رئيس، وحفيدهم رئيس مستقبلا. الشعب مش بس مقموع بل عايش بعالم موازي تماما مفصول عن الحقيقة. إذا انتقدت نظام مصيرك السجن أو الإعدام العلني. أما بالعراق بعهد صدام، دولة بوليسية، الحزب هو الدولة والجيش هو الحاكم الفعلي. أي معارضة كانت تعني الإعدام، والتنوع العراقي تم سحقه بالقوة. النتيجة شو كانت؟ عراق وقع بحروب دموية وانتهى باحتلال أمريكي. الدولة الغير مدنية بتعتبر الشعب مجرد رعايا مش مواطنين. بتراقبهم، بتخوفهم، وبتمنعهم حتى من الحلم بالتغيير. كل مؤسساتها بتشتغل لهدف واحد: البقاء بالسلطة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو تدمير البلد. وهون بيطلع سؤال كبير: إذا الدولة غير مدنية هي الخراب بعينه، كيف لازم تكون الدولة المدنية؟ أوكي، حكينا كيف بتكون الدولة إذا ما كانت مدنية، بس هلأ خلونا نشوف العكس. شو يعني دولة مدنية عن جد؟
أول شيء الدولة المدنية مش بس فصل السلطات والسلام، لا، هي نظام كامل قائم على الشفافية والمساءلة، مش على المزاجية والمحسوبيات. يعني ما في شيء اسمه مسؤول فوق القانون، ولا زعيم إلهي بيقرر مصير البلد عكيفه. يعني مش شخص واحد بيمون على القضاء والجيش والاقتصاد وحتى الهواء اللي بنتنفسه، لا، السلطة موزعة على مؤسسات واضحة، كل وحدة عندها وظيفة وكلها بتخضع للقانون. الرئيس مجرد موظف منتخب، هو مش أب للأمة ولا رمز خالد. بهالدول في شيء اسمه حكومة إلكترونية، يعني معاملات رسمية بتعملها أونلاين بدون ما تدفع رشوة لموظف مكشر بوشك. كل قرش بينصرف من ميزانية الدولة بيكون واضح وين راح، وهي مش سر عسكري. بأي دولة مدنية محترمة القانون ما بيميز بين وزير وفقير، بين مدني وعسكري، بين مسلم ومسيحي، بين كردي وعربي. القضاء بيكون مستقل وما في شيء اسمه تليفون من فوق ليغير الحكم. هون السؤال المهم، هالشي ممكن يصير بسوريا؟ ولا نحن صرنا مبرمجين نعيش تحت حكم القوة والمحسوبيات؟ قبل ما نجاوب خلونا نشوف نقطة حساسة كتير. هل الدولة المدنية تعني إقصاء الجيش؟ هون منوصل للسؤال اللي بيفتح كتير نقاشات. إذا بدنا دولة مدنية معناتها لازم نلغي الجيش؟ أكيد لا. الدولة المدنية ما بتعني دولة بدون جيش، بتعني دولة عندها جيش وطني مش جيش النظام. الفرق كبير. الجيش الوطني شغلته يحمي الحدود مش يحمي السلطة، بيحمي الناس مش بيقمعهم. ما عنده ولاء للحزب أو طائفة أو قائد، عنده ولاء للدستور وللدولة. أما الجيش الإيديولوجي هو الذراع العسكري للنظام، مهمته الوحيدة أنه يضمن بقاء السلطة ولو على حساب الشعب كله. بأي دولة مدنية الجيش عنده مهمتين محددين: أول شيء حماية حدود البلد من أي خطر خارجي، اثنين هو التدخل بحالات الكوارث والأزمات الإنسانية ضمن حدود القانون. بس ما خصه لا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالقضاء. إسبانيا مثلا عاشوا عقود تحت حكم ديكتاتوري عسكري مع فرانكو، بعد ما سقط النظام عملوا إصلاحات كبيرة بالجيش، حولوه من أداة قمع لأداة حماية، صار تحت سيطرة المؤسسات المدنية وما عاد له أي دور سياسي. طيب كيف ممكن يتحول الجيش السوري لجيش وطني؟ سؤال حساس بس لازم ينطرح. الجيش السوري السابق ما كان جيش وطني، كان جزء من شبكة أمنية ماسكة السلطة. إذا بدنا دولة مدنية لازم الجيش ينفصل تماما عن السياسة، لازم يكون تابع لوزارة الدفاع يلي هي مؤسسة مدنية. لازم يصير التجنيد والخدمة العسكرية تحت إشراف القانون والدستور، مش تحت إشراف الضباط الموالين للنظام. لازم ينفتح النقاش حول إعادة هيكلية الجيش بعد سقوط النظام، مع ضمان تمثيل لكل مكونات الشعب فيه. السؤال مش انه بس كيف بدنا ننهي حكم العسكر، السؤال كيف نحول العسكر لجزء من الدولة مش أداة لقتل الدولة. وهلأ وصلنا للجزء اللي بيخوف كتير ناس: الدين والدولة المدنية. هون منفوت بمنطقة حساسة. هل الدولة المدنية بتعني إقصاء الدين؟ الجواب هو لا، أبدا. الدولة المدنية مش دولة ضد الدين، هي دولة محايدة اتجاه الأديان. ما بتفرض دين معين على الناس وما بتخلي دين معين تحكم بالسياسة.
يعني فصل الدين عن الحكم مش عن المجتمع. الدين بيكون جزء من هوية الشعوب، هو شيء شخصي بين الإنسان وقناعاته. بس المشكلة بتصير لما الدين بيتحول لأداة سياسية، ولما رجال الدين بيقرروا مين يحكم ومين ممنوع يعترض. الدولة المدنية بتقول احترم دينك واعتنق يلي بدك، بس ما فيك تفرضه على الدولة. القانون بيحكم الكل مش التفسير الديني. الوظائف والمناصب بتكون بالكفاءة مش بالطائفة. الزواج، الطلاق، الميراث، كلها قوانين مدنية مش فتاوي دينية. بمعظم دول الحديثة الدين موجود بقوة بالمجتمع بس مش بالحكومة. الكنائس، المساجد، المعابد لها دور اجتماعي وثقافي، بس ما بتقرر سياسة الدولة. المدارس بتعلم الأديان، بس المناهج ما بتنحاز لدين ضد دين تاني. الدولة تحمي حرية الاعتقاد، بس كمان بتحمي الناس من التمييز الديني. تونس بعد الثورة حاولت تعمل هيدا التوازن. عندها مجتمع مسلم بس بنفس الوقت عندها نظام سياسي مدني. القانون المدني هو الأساس ورجال الدين خارج المعادلة السياسية. مش كل شيء مثالي، بس التجربة فيها دروس كتيرة. سوريا فيها مسلمين سنة، علويين، دروز، مسيحيين، يزيديين، بس بدل ما يكون هالتنوع مصدر قوة صار ساحة صراع بسبب حكم الطوائف بدل حكم الدولة. إذا بدنا دولة مدنية لازم نفهم إنه التعددية نعمة مش نقمة. كيف؟ ما يكون في طائفة حاكمة وطوائف تابعة، كل المكونات تكون متساوية تحت القانون. نخرج من عقلية الحكم الأكثرية ونروح لعقلية حكم المواطنة. السؤال هون، هل ممكن بسوريا يكون في دولة مدنية تحترم كل الأديان بدون ما تكون دولة دينية؟ هون منوصل لأهم نقطة، كيف ممكن نحقق هالدولة المدنية بسوريا؟ اوكي، هلا حكينا شو يعني دولة مدنية، وحكينا شو مشكلتنا مع الدولة غير مدنية. بس السؤال اللي بيشغل الكل، كيف ممكن نوصل لهون؟ كيف بنبني سوريا مدنية؟ هلا ما في حل سحري، ما في كبسة زر بتحول سوريا فجأة لدولة مؤسسات. في خطوات عملية لازم نبلش فيها إذا عن جد بدنا نكسر حلقة استبداد. أهم شيء بأي دولة مدنية هو شو؟ القضاء. إذا القضاء فاسد البلد كلها فاسدة. لازم نبلش من هون، استقلال القضاء بالكامل عن أي تدخل سياسي أو أمني، محاسبة فاسدين وخاصة اللي حولوا القضاء لأداة لخدمة النظام، تطوير قوانين بحيث تصير عادلة واضحة ومش قابلة للتلاعب. لأنه بدون قضاء نزيه ما في دولة، في غابة. كل نظام استبدادي بيتغذى على الفساد، شبكة من المحسوبيات والرشاوي اللي بتخلي الدولة أشبه بعصابة. لازم نكسر هالشي. كيف؟ عبر إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد مش تابعة للحكومة ولا للمخابرات. إجبار مسؤولين على التصريح عن ثرواتهم ومصادر دخلهم، مش يسرقوا ويخبوا الأموال برا. فتح إعلام بشكل حر، لأنه لما الناس تعرف الحقيقة الفاسد بيصير مكشوف. في شيء تاني لازم ناخده بعين الاعتبار، وهو أنه التحول الديمقراطي ما بيتم بس بإرادة داخلية، لازم يكون في دعم دولي. بس في فرق بين دعم حقيقي والضغط مصلحة. المجتمع الدولي ممكن يساعد بإعادة إعمار إذا كان في ضمانات أنه الأموال ما تروح بجيوب فاسدين
أو لدعم الإرهاب. ممكن يضغط سياسيا لفرض انتقال ديمقراطي، بس مش لازم يقرر شكل نظام عنا. لازم نكون واعيين أنه بعض الدول بتتدخل مش حبا بسوريا، بل لتحقيق مصالحها، وهون دورنا نفهم اللعبة وما نكون أدوات فيها. في ناس بتقول بدنا ننتقم من كل اللي دعموا النظام، وناس تانية بتقول لازم ننسى الماضي ونمشي لقدام. الحقيقة ولا وحدة منهم تنفع. العدالة الانتقالية معناها محاسبة كل اللي ارتكبوا جرائم من دون تصفية حسابات عشوائية، تعويض الضحايا وإعادة حقوق المسلوبة، فتح المجال للمصالحة الوطنية بس بناء على الحقيقة مش نفاق، لأنه إذا ما واجهنا الماضي رح يضل شبح الانتقام عم بيطارد أي مشروع بالمستقبل. إذا بدنا سوريا دولة مدنية لازم نحط قاعدة ذهبية: المناصب بتنعطى للكفء مش للموالي. وزير لازم يكون صاحب خبرة، مش واحد يعني حدا زكاه لأنه من طائفة أو من حزبه. القاضي لازم يكون مستقل، مش واحد بيخاف يزعل المسؤولين. الشرطي لازم يحمي الناس، مش يكون بلطجي بلباس رسمي. طيب، هل هذا الشيء ممكن بسوريا؟ السؤال الحقيقي هون مش إنه هل هذا الشيء ممكن ولا لا، بل هل نحن مستعدين نحارب لنوصل لهون؟ هذا هو السؤال المهم، لأنه التغيير ما بيجي بسهولة. الدولة المدنية منه هدية، هي مشروع لازم بتنصنع بالوعي، بالنضال، بالإصرار. الدولة المدنية مش حلم، بس كمان ما رح تجي لحالها. نحن اللي لازم نبنيها، أو منضل عايشين عم نحلم فيها بدون ما نشوفها. إذا بدنا ننتقل لدولة مدنية، شو العقبات اللي رح تواجهنا؟ لأنه ما في تغيير من دون مقاومة، خاصة من اللي مستفيدين من الوضع الحالي. بس دايما في حلول. هلا أكبر تحدي بأي عملية انتقال سياسي هو شو نعمل بالنخب اللي كانت ماسكة السلطة، وهدول نوعين: في يلي إيدهم ملطخة بالدم، هدول ما في نقاش لازم يتحاسبوا قدام القضاء. وفي اللي استفادوا من النظام بس ما ارتكبوا جرائم، هدول في مجال لنقاش، لأنه كل شخص اشتغل بالنظام ممنوع يكون جزء من المستقبل. رح نخلق جبهة معادية ضخمة. الحل هو الفرز العادل، يلي مجرم يتحاكم، واللي عنده خبرة وممكن يشتغل ضمن قواعد جديدة ينفتح له باب ضمن شروط واضحة. كل نظام استبدادي بيرعب الناس بفكرة يا نحن يا الفوضى، وكأنه البلد ما فيها خيار ثالث. بس الحقيقة أنه الفوضى ما بتجي إلا إذا كان الانتقال عشوائي وما في مؤسسات جاهزة. كيف منمنع الفوضى؟ طيب، بناء مؤسسات قوية من أول يوم. القضاء، الأمن، السلطات المحلية لازم يكونوا شغالين بأسرع وقت. عدم ترك فراغ بالسلطة، لازم يكون في جسم انتقالي واضح، مش إنه نوقع بمستنقع مين المسؤول وما بنعرف مين وعن شو مسؤول. حماية الاقتصاد، لأنه لما بينهار الاقتصاد الجوع بيخلق الفوضى أسرع من أي شيء تاني. إذا بدنا دولة مدنية لازم نبلش بالعقول، لأنه بعد عقود من الحكم الأمني كتير ناس فقدت إيمان بفكرة الدولة كمؤسسات، وصارت تشوف كل شيء بمنطقة الطائفة والعشيرة أو الحزب.
الحل هو التعليم المدني، مش بس بالمدارس بل بكل مكان. لازم الناس تعرف شو يعني مواطنة، شو يعني حقوق وشو يعني واجبات. لازم الجيل الجديد يتعلم يفكر، يناقش، يسأل، مش بس يردد شعارات. لازم الإعلام يلعب دور يرفع الوعي، مش يكون مجرد أداة دعاية لأي طرف. لأنه إذا ما غيرنا العقلية، حتى لو أسقطنا نظام، رح نرجع نخلق نسخة جديدة منه بوجه تاني. ما حدا رح يآمن بالدولة المدنية إذا ما حس إنه هيدا الدولة بتمثله وبتحميه. وهون المشكلة، بعد سنين من القمع كيف منرجع الثقة؟ الشفافية أولا، كل قرار، كل ميزانية، كل تعيين لازم يكون واضح للناس. المحاسبة الفورية ثانيا، أي مسؤول جديد فاسد لازم ينسجن فورا، مش ننتظر لحتى يكبر ملفه. لازم كمان إشراك الناس بالقرار عبر انتخابات حقيقية، مجالس محلية، وحوار مفتوح. لأنه الدولة المدنية منا بس قوانين ودساتير، هي قبل كل شيء عقد ثقة بين الحاكم والمحكوم. إذا انكسر كل شيء بينهار. طيب إذا عرفنا عقبات وعرفنا كيف ممكن نتخطاها، شو بيمنع سوريا من أنها تكون دولة مدنية اليوم؟ هل في إرادة حقيقية لهيدا الانتقال؟ هون منوصل للخاتمة. هل الدولة المدنية مجرد حلم؟ هل هي مجرد فكرة مثالية بعيدة عن الواقع؟ ولا دولة مدنية ممكنة إذا توفرت الإرادة؟ الجواب كتير بسيط. الدولة المدنية منا مستحيلة، بس منا سهلة. بدها شغل، بدها وعي، وبدها ناس مستعدين يدافعوا عنها. مش ضروري الواحد يكون سياسي أو مسؤول كبير ليكون جزء من الحل. كل واحد فينا عنده دور. إذا اكتب عن المواطنة وحقوق الإنسان بدل ما تضل عم بتعيد نفس الخطاب الطائفي والحزبي. إذا حضرتك بتعلم، علم طلابك كيف يفكروا مش كيف يحفظوا. إذا أنت ناشط، اشتغل على مشاريع بتنمي المجتمع بدل ما تضيع وقتك بالنقاشات ما إلها طعمة ولا نتيجة. إذا أنت مواطن عادي، ما تخاف تقول رأيك، بس قول رأيك. ما تخاف تسأل، ما تخاف تطالب بحقك. لأنه الدولة المدنية منا ورقة بتنكتب بالدستور وخلص. هي عقلية، هي ثقافة، هي قرار بيتاخد كل يوم بعدم سكوت عن الخطأ. سؤال موجه لكل مستمع: أنت كيف شايف سوريا بعد 20 سنة؟ دولة مؤسسات وقانون ولا دولة محكومة بالحديد والنار؟ لأنه التغيير ما بيجي لحاله. بدنا نخلق نقاش، بدنا نشارك، بدنا نبني مجتمع مدني، مش ننتظر الفرج من السماء. سوريا جديدة ما بتنولد بقرار دولي ولا بانقلاب عسكري ولا بحرب جديدة. سوريا جديدة بتبلش فينا، بحلمنا وبقدرتنا نشتغل مع بعض لنحول هيدا الحلم لواقع.